فكرة في دقيقة. دور أول أحياء 2021. اتعلم ازاي تحل الأحياء. ما الدور الذي قام به كلود برنر في مجال اكتشاف الهرمونات؟ قبل ما نحل السؤال هناخد كام فكرة. كلود برنر ده عالم درس وظائف الكبد. قال ان الكبد ده ليه افراز داخلي وافراز خارجي، افراز جوه وافراز بره. افراز جوه الدم اللي هو السكر، اللي هو سكر الجليكوجين لما بيتخزن زي ما انت شايف كده. سكر الجليكوجين لما بيتخزن في الكبد بيتكسر لجلوكوز ويترمي في الدم. وليه افراز خارجي اللي هي الصفرة، اللي هي بتطلع من الحويصلة الملارية دي وبعد كده تتفرز في القناة الهضمية. يبقى قال ان ليه افرازين، افراز جوه وافراز بره. افراز جوه هو السكر وافراز بره هو الصفرة، ما قالش اكتر من كده. بص بقى الاسئله بتيجي ازاي والاختيارات بتتحط ازاي. اعتبر الكبد غده لا قنويه. بص هو بيضحك عليك ازاي. غده لا قنويه يعني غده صماء. غده صماء يعني بتفرز هرمونات. هل قال ان الكبد بيفرز هرمونات؟ لا، هو قال ان بيفرز سكر في الدم. هل قال ان بيفرز هرمونات في الدم؟ لا، قال ان بيفرز سكر في الدم. بيقول لك اعتبر الكبد غده مشتركه. خداع الاجابه دي، ناس كتير ممكن تختارها. لا، الغده مشتركه يعني غده صماء وغده قنويه. غده صماء يعني بيفرز هرمونات في الدم. هل هو قال ان بيفرز هرمونات في الدم؟ لا، هو قال ان بيفرز سكر في الدم. وبلاش جو الاستنتاجات دي. افراز داخلي عنده افراز داخلي وافراز خارجي، اذا هو غده مشتركه. لا يا حبيبي، في اجابه مباشره وواضحه اكتر من كده. وبعدين اللي انت بتقوله غلط، لان غده مشتركه يعني غده صماء يعني بتفرز هرمونات. هو ما قالش ان هي بيفرز هرمونات. التعرف على مكونات الغده الصفراويه، هو ما قالش الكلام ده. هو قال ان في افراز داخلي وافراز خارجي، ما قالش المكونات ولا اي حاجه. يبقى الإجابة الواضحة السهلة اللي قدامك، في إفرازات مختلفة، أنواع مختلفة من الإفرازات. بلاش فزلكة. هي الأسئلة في أسئلة مباشرة كتير، بس بلاش فزلكة وجو الأوفر ثينكينج ده. ما تفكرش قوي عشان هتغلط. الإجابة الواضحة اللي قدامك اللي موجودة في كتاب المدرسة إن في إفرازات مختلفة، إفراز داخلي وإفراز خارجي. بس قال إن الإفراز الداخلي هو السكر، الإفراز الخارجي هو الصفرة. بس اتعلم بقى إزاي تحل الأسئلة.